انا بقالي 8 سنين باخد علاج ومتابعة مع دكتور، بس انا مش حاسة باي تحسن. فهل ده طبيعي ان العلاج النفسي بيكون بيطول بالشكل ده، ولا انا فعلا حالتي صعبة قوي للدرجة دي؟ واحدة من اهم الخطوات في العلاج النفسي هي مرحلة اختيار المعالج او الطبيب النفسي اللي مناسب ليك ولحالتك، وده هعمل عنه فيديو لوحده منفصل لو حابين. خلينا نرجع لإجابة سؤال النهارده. اللي عايز أكدهولك إن أيا كان نوع وطبيعة حالتك، فمدة 8 سنين دي مش مدة طبيعية أبدا في رحلة العلاج النفسي، لأن طول المدة دي وأنتي متابعة فيها ومفيش تحسن، فيبقى أكيد في حاجة غلط. وغالبا في وضع زي حالتك بيكون التشخيص هو اللي غلط، والتشخيص لو غلط فكل حاجة مبنية بعد كده بالتالي هتكون غلط. لأن في الحقيقة ده بيوصل إلى إن المعالج أو الطبيب النفسي بيعالج حاجة هي اصلا مش موجوده. وعلشان تبقي مطمنه، حابب اقولك ان كونك مدركه ان مفيش تحسن وان في حاجه غلط، فده في حد ذاته انديكيتور عظيم جدا ان حالتك مش صعبه، تتحل في ربع المده دي تقريبا. وطول ما انت عندك النيه في التغيير، فدي علامه ان حالتك هتكون ابسط واسهل مما تتخيلي، بس لمجرد انها تتشخص صح وتبداي في رحله العلاج النفسي بشكل سليم.